اليوم يا اخواني عملت لكم الدجاج بطريقة مختلفة، وصفة جديدة لأول مرة تنزل على اليوتيوب. بتمنى منكم تختارون لنا اسم مناسب لهي الأكلة، لأنه عملتها بتتبيلة مختلفة وجديدة تماما. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسون من اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو. خلونا نبدأ على بركة الله. أول إشي في عندي كيلو 200 غرام أفخاذ الدجاج، بدي أنزع عنهم الجلد وقطعهم تقريبا قطع متوسطة الحجم. طبعا بالنسبة لنزعة الجلد هذا الشيء اختياري، لكن أنا بديها تكون شوي صحية أكثر، لأنه مثل ما بتعرفوا جلد الدجاج في ناس كثير ما بتقدر تتقبله ومش صحي. فبإمكانكم تستبدلوا كمان حتى أفخاذ الدجاج، بإمكانكم تستبدلوها بصدور الدجاج. لكن الصراحة أنا جربتها بهاي الطريقة، وبهاي الطريقة لقيت إنه بفخاذ الدجاج بتطلع عندي الطعم أطيب كثير، وبدون جلد كمان بتطلع عندي الطعم أطيب وأطيب. فبهي الطريقة اللي عملتها لقيتها أنسب إشي، طلعت معي النتيجة توب 100%. هلا مثل ما انكم شايفين بدي انزعهم من الجلد وقطعناهم بهذا الحجم. طبعا بإمكانكم أنتم ممكن يكون فيها صعوبة عليكم بطريقة نزع الجلد والتقطيع، بإمكانكم لما تشتروا الدجاج يعني تقولوا للبياع الدجاج ينزع لكم الجلد والعظم وهيك مشان تكون العملية أسهل عليكم. هلا بدي أغسلهم بالمي والخل كثير منيح. في عندي 3 حصوص توم مع شريحة زنجبيل، بدي رش عليهم شوية ملح وأهرسهم. تتبيلة مثل ما قلنا لكم يا أخوان، تتبيلة كثير جديدة وكثير مميزة. عصير الليمونة، طبعا المكونات راح تلاقوهن كمان بصندوق الوصف. معلقتين زيت زيتون، بدي اضيف له معلقتين صويا صوص مالح، ومعلقة خل، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة وسط اورجانو، معلقة صغيرة معجون الفلفل الحار، ومعلقة كاتشب. معلقة عسل بدي اضيفها يا اخواني مشان تعطينا الكرملة للنتيجة النهائية، راح تعطي نكهة كثير طيبة للدجاج وتخلي الدجاج يتكرمل، يطلع نكهته وشكله كثير حلو. هلا بدي اخلط كل المكونات مع بعض مثل ما انكم شايفين، وبدي احطهم بالبراد ساعة ساعتين ثلاثة، حتى اذا بامكانكم تخلوهن يوم كامل بالبراد، هذا شيء ما بيأثر، بتطلع بالعكس النتيجة اطيب واطيب. فحسب وقتكم بامكانكم تعملوها اليوم، تتبلوها اليوم تستخدموها بكرة. هلا ننتقل على الخطوة الثانية. بدي اضيف معلقة زبدة. طبعا الزبدة مثل ما قلت لكم دائما الزبدة مع زيت الزيتون بيخلوا كمان بيعطوا طعم كثير طيب وشكل كثير طيب للأكل. هلا بضفنا عليهم قطع دجاج وبخليها تطبخ، بدي اغطيها تقريبا شي 4-5 دقائق مشان تستوي قطع الدجاج من جوا، وكمان تطلع المي اللي جواتها كلياتها، وبخليها تتحمر مثل ما انكم شايفين بهذا الشكل. بس بلشت تاخذ هذا لون التحمير، بشيل القطع عنها، ما برجع اغطيها مرة ثانية، بخليها بهذا الشكل وبغلبها بشكل مستمر. هلا راح تشوفوا كيف راح تتكرمل معي وتطلع عندكم يعني مثل لذعة الحرق، هيك تشوفوها فيها شوي مثل الحروق. هذا الشيء نتيجة لانه اضفنا العسل مع الكاتشب والمكونات هي. اخر اشي بدي اضيف له الفلفل الاحمر والبصل الاخضر شرايح مثل ما انكم شايفين، بتعطي طعم كثير طيب وكمان بتعطي شكل كثير حلو. عن جد يا اخواني صدقوني اذا بقولكم اطيب وصفة بعملها عندي على القناة، وطبعا هاي الوصفة مثل ما قلت لكم مبتكرة وجديدة، وشوفوا اليوتيوب عندكم كلياته ما راح تلاقوا مثل هاي التتبيلة. وبس تجربوها، اي واحد منكم يجربها يا اخواني بتمنى منه يكتب لي رأيه بالتعليقات مشان تعمل فائدة على الجميع. هلا خلصت وصفتنا مثل ما انكم شايفين، المنظر لحاله بيشهي ما شاء الله تبارك الرحمن. واذا عجبكم الفيديو يا اخواني كمان ما تنسونا من اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو، يعني لتعمل فائدة على الجميع. يسعد لي اوقاتكم احباب قلبي، وين ما كنتوا رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة ازكى الاكلات مع ابو الليث. شوفوا لي هالمنظر قدامكم يا اخواني، هذا صحن فول بس عملت لكم اياه بطريقة خرج الواحد يتصور بجنبه. عن جد كلمة طيبة ما بتكفي لهي الوصفة. خلوكم معي لنهاية الفيديو، وبدي منكم يا اخواني ما تنسون من اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو. هون استخدمت انا الفول المعلب، وهذا شيء حسب الرغبة يا اخواني. بدي صفيه من المواد الحافظة واسلقه لمدة 3 دقائق تقريبا مش اكثر، لان هو بالاساس مسلوق ومستوي. الفول عندي هون طبعا بامكانكم تستخدموا الفول العادي
تنقعوه قبل بليلة وتسلقوه الصبح، وهيك الوصفة صراحة بتاخذ وقت كثير كبير. فأنا هون بستخدم دائما الفول المعلب لأنه بلاقي النتيجة كثير طيبة يا أخوان. وكمان بدي استخدم هون حص ثوم لكل علبة فول، ما في داعي كثر الثوم كثير يا أخوان مشان ما تضل ريحة الثوم ظاهرة. وكمان بدي استخدم عصير ليمونة كاملة. وهون خلصنا من السلق يا اخواني، بدي اصفيه هلا. طبعا بامكانكم يا اخواني الفول كمان تهرسوه او تخلوه حب مثل ما هو هيك، وانا اختاريت الفول المعلب مع الحمص، هذا الشيء حسب الرغبة. وهلا بننتقل على تجهيز الخلطة الرائعة يا اخواني. اول شيء في عندي كوب لبن ومعلقتين حمص. طبعا الحمص انا عامله حلقة مسبقة، راح اترك لكم الرابط اسفل الفيديو. عن جد يا اخواني كمان طريقة الحمص رائعة جدا وكثير طيبة. هلا اضفنا اللبن الحمص، وكمان بدي اضيف الثوم عليه وزيت الزيتون، وكمان بدي اضيف تقريبا شي معلقتين ثلاثة طحينية او تتبيلة يا اخواني كثير رائعة. واللي يعطيها الطعم الطيب كثير اللي هو الحمص يا اخواني. لما اضفنا الحمص المطحون عطى طعم كثير رهيب. طبعا المكونات والمقادير راح تلاقوها كمان بصندوق الوصف. وهلا بدي اخلط كل المكونات مشان تنمزج كلياتها مع بعضها، وبدي ارجع اضيف عليها الفول. طبعا برجع بذكركم بامكانكم كمان الفول بتطحنوه، هذا الشيء حسب الرغبة يا اخواني. صراحة انا عملت الفول على الطريقة اللبنانية ولا الطريقة اليمنية وكمان على الطريقة المصرية، لكن هي الطريقة اللي اعتمدتها، بنصحكم تجربوها. عن جد يا اخواني فوق الوصف. طيب هلا بدي انتقل على طريقة التقديم والتزيين. طبعا التقديم والتزيين هذا الشيء حسب الرغبة كل انسان وحسب ذوقه. انا هلا هون فرمت بصلة مع طماطم مع شوية بقدونس بدي زينها شوي، وكمان بيعطوا طعم كثير طيب مع الفول يا اخواني. وبدي شوية زيت زيتون، وخليت كم حبة فول حطهم بالوسط. وسؤال اليوم يا اخواني، من يومين نزلت استطلاع رأي عندي على المنتدى، سألت مين يحب يتسحر فول. تقريبا اجتني 50% الناس اللي حابة تتسحر فول. فبدي أعرف البلدان العربية اللي يحبوا يتسحر فول، كل واحد يثبت لي وجوده بتعليق انه بيحب ياكل الفول على سحور ولا لا، ولا شو رأيه بوصفة الفول بشهر رمضان. شوفوا لي هالمنظر يا اخواني قدامكم، عن جد خرج الواحد يتصور بجنبه. وهيك يا اخواني تكون خلصت وصفتنا لليوم. بتمنى منكم انه تشاركوا لي هالفيديو مع اصدقائكم، وكمان الوصفة فوق الوصف طيبة، مجرد ما تتذوقوها راح تعرفوا شو عم بحكي انا. هيك تكون خلصت وصفتنا اليوم. بدي منكم شغلة، ما تنسوا تشاهدوا الفيديوهات المقترحة بنهاية الفيديو. هاي وصفة الحمص راح اترك لكم اياها، بامكانكم تشاهدوها مشان تكون عندكم الوصفة كاملة متكاملة. اكبسوا عليها وشوفوا الفيديو الثاني، وبإذن الله راح ينال إعجابكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.